شاهد الجزائر تحقق رقما قياسيا في أطول طابور في تاريخ البشرية في مشهد غير مسبوق، وذلك من أجل الحصول على السميد قبل دخول شهر رمضان. هذا من بين الأرقام القياسية التي حققها النظام الجزائري في أطول الطابورات بالعالم للحصول على الحليب والزيت والسكر وحتى المحروقات في بلاد الغاز والبترول. شاهد الجزائريين ينتظرون السميد والسكر والزيت تحت الحرارة في الوقت الذي تنعم فيه قيادة البوليزاريو بأموالهم في فنادق فخمة في أوروبا وإسبانيا. هذا هو الإنجاز الذي حققه النظام الجزائري بعد توزيع مليار دولار رشوة لإفريقيا لإنقاذ البوليزاريو من الطرد من الاتحاد الإفريقي، فيما الجزائريين يعانون في صمت ويشدون الطوابير.